السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهارده يا جماعة هنتكلم عن ماتش النادي الأهلي ونادي الزمالك بتاع امبارح. بس في الأول طبعا يا جماعة لازم نقدم التحية للاعيبة النادي الزمالك، وطبعا الجماهير العظيمة بتاعة النادي ومجلس الإدارة بتاعته. الحاجة بقى التانية يا جماعة واللي هي الأهم، احنا هنبدأ نتكلم على النادي الأهلي. طبعا الكابتن محمود الخطيب، حضرتك انت مشيت عبد المنعم ومشيت اليو ديانج وكيستو وعبد الجادي، وطبعا انتوا قلتم ان عبد الجادي جدد معانا سنه باينه يا جماعه او سنتين قبل ما يطلع الاعاره. المفاجاه يا جماعه ان عبد الجادي ما جددش مع النادي الاهلي، وطبعا نادي الزمالك قال للعبجادي خلص خالص مع النادي بتاعك اللي هو في قطر، لان عبجادي هيخلص يا جماعه العقد بتاعه مع الاهلي في شهر 6 الجاي، وعقده هينتهي من النادي الاهلي في شهر 6. الاعاره بتاعته هتنتهي يا جماعه في شهر 6 الجاي. تمام. دلوقتي الزمالك قال له خلص نفسك من الاهلي والنادي القطري، احنا هنجيبك في نادي الزمالك. طبعا عبجدي لو راح الزمالك يا جماعه اقسم بالله هيكسر الدنيا. حضرتك انت مشيت اللعيبه طبعا الدوري كريستو انت مشيته. على فكره يا جماعه الدوري كريستو مكسر الدنيا في الصفاقس التونسي. حضرتك انت رحت جبت لي داي، حضرتك اللاعب ده مدافع المنتخب المغربي الاول. تمام. ياسر ابراهيم جاي من الاصابه، انت مش هتشوف فان دايك بيلعب معاك. يوم ربيعه طبعا ما شاء الله كان جايب اجوان في افريقيا دوري الابطال ومع المنتخب المصري. اما ياسر جاي من الاصابه، ما تنزل ده يا عم، هو جاي جاهز نزله. نيجي بقى يا جماعه نتكلم على الباك اليمين. محمد عبد المنعم زي ما احنا قلنا هو خلاص مشى. محمد هاني، حضرتك محمد هاني احتم كل شويه تقولوا عليه ناشئ. حضرتك محمد هاني داخل على 26 سنه، حضرتك كنت ممكن تطلعه وتنزل عمر كمال يلعب مكانه، او يا عم انت عايز تدافع نزل اكرم توفيق. وطبعا حضرتك انت جايب عمر الساعي، جايبه ليه؟ انت جايب برضك لاعب كان بيلعب مع النادي الاسماعيلي. انت حضرتك نزلت يحيى عطية الله. يا جماعة يحيى عطية الله صفقة مش اللي هتبقى جد كده، وانا بقولها لكم وهطلع اقولها لكم تاني. حضرتك اطلع هات لعيبة تحت السن يا عم، مش هتخسر حاجة. وانت يا خطيب انت الاهلي اغنى نادي في افريقيا، مش جادي تجيب مهاجم عالمي يا راجل. ده الزمالك يا راجل اللي مش معاه فلوس، وكان في حلاج ليه فلوس اشتكاهم معاهم يا راجل 3 مهاجمين، واحد فلسطيني وواحد جزائري وواحد مصري، وانت الاهلي بجلالة جدك ما معكش اللي غير وسام ابو علي. نيجي نتكلم طبعا في خط الوسط. امام عاشور كان الحمد لله ضايع خالص. ومحمد الشناوي برضك معلش يا جماعه، محمد الشناوي برضك كبر في السن. حضرتك انت كان جاي لك عرض السنه اللي فاتت والسنه دي من النصر والاتحاد كانت بمبالغ خياليه. ليه ما بتبداش بوشوبي؟ شوبير هو اللي كان واقف لك في ماتش الترجي التونسي رايح جاي وما دخلش فيه اجوان وكان شايلك يعني فورمه. وده ما فيهاش مشاكل، ما تقعد محمد الشناوي على الدكه والله العظيم ما فيهاش مشاكل. احنا يا جماعه احنا كنا قاعدين بنتفرج على الماتش امبارح، قسما بالله حيجان دم. ازاي الاهلي بطل افريقيا يشوط كورتين ضربة الجزاء وبتاعت وسام ابو علي ما شفناش حاجه، وانت كولر طلع تقول ما استغلناش فرص. يا راجل حرام عليك يا راجل، الفرص اللي انت عملتها في نادي يا جماعه بينافس على البطولات ما معهوش اللي غير خط وسط مهاجم واحد اللي هو معانا قفشه. هو ده كلام
يا راجل ده الاهلي يا راجل مش عايز يطلع بالكوره. احنا يا جماعه بس بنقولهم يا كابتن يا محمود يا خطيب، الاهلي داخل على ماتش مطين بطين العين الامارات. سفيان يحيمي قسما بالله ما هيسمع علينا. سفيان يحيمي مرعب بصراحة، سريع وبيلعبوا الكور العالية. اللي مسكوا الهلال غسيل ومكوى 5 تجوان. ما ينفعش يا جماعة، ده النادي الاهلي يا جماعة. فين اللاعيبة يا جماعة بتاعت الاهلي؟ مش عارفين يطلعوا بالكورة امبارح. ويا جماعة قسما بالله مش بالفلوس، اللي عايز قيمة التيشيرت اللي هو لابسه سواء اهلي او زمالك هياكل لك النجيلة. هو ده الاهلي اللي شايل الهلال السعودي زعيم اسيا وزعيم السعودية 4؟ ولا اللي شايل الاتحاد هناك في قلب السعودية 3؟ يا رب يا جماعة الفيديو ده يوصل للكابتن محمود الخطيب. يا كابتن الاهلي محتاج صفقات على اعلى مستوى. حضرتك انت بتجيب فلوس بتعمل بيها ايه؟ انت بعت لعيبة، طب ما تجيب لعيبة تعوضها. علشان 200,000 دولار حضرتك مش عارف تجيب لنا بن رمضان؟ طب مين وقف بن رمضان في الماتش؟ مفيش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.